أشكر القائمين على هذا المؤتمر لإتاحة هذه الفرصة، ولست هنا لألقي عليكم محاضرة أو لأذكركم بما يجب على المسلمين في نصرة إخوانهم، فإنه سبقني من العلماء كوكبة من العلماء الأجلاء ذكركم بآيات وأحاديث تدل على وجوب نصرة المسلمين. أول ما تلقيت هذه الدعوة وقرأت العنوان ووجدت فيها المؤتمر العالمي لنصرة قضية تركستان الشرقية، قلت في نفسي لزاما علي أن أشارك في هذا المؤتمر، وأن أتشرف بالحضور وأن أحظى بالتواجد معكم والوقوف بين ظهرانيكم نصرة لهذه القضية وممثلا للشعب المالديفي في نصرة هذه القضية. المالديف كما تعلمون هي عبارة عن جزر صغيرة وسكانها قليلة، ولكن لها ثقلها الحمد لله في نصرة قضايا الإسلام على المنصات الدولية. والآن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة هو وزير الخارجية المالديفي. من جهوده الحمد لله الآن الأمم المتحدة قرر أن يكون هناك يوم عالمي لإسلام فوبيا. من هذا اليوم أيضا نستطيع أن نذكر العالم بمثل هذه القضايا التي يضطهد فيها المسلمون. إخواني، كوننا نتكاتف ونتعاضد ونتكتل من أجل نصرة هذه القضية ونعقد هذا المؤتمر هي لبنة وخطوة نحو نصرة هذه القضية. فلنقلل من كلامنا ولنجتهد ولنجد. وقلت في نفسي لو نجعل في مثل هذه المؤتمرات الورشات العملية أكثر من الكلام الذي يدور بيننا. لا شك أن كل يحب أن يدلي دلوه في مثل هذه المؤتمرات، لكن دعنا نخطط، دعنا نعمل أكثر. وفي نفس الوقت دعنا ألا نعجب بأنفسنا وبجهودنا وبأعمالنا، ولا نغفل عن جهود الآخرين. دعنا نشكر كل من يخدم الدين. ومن هذا المنوال أشكر دولة تركيا التي حضنت هذا المؤتمر، ولولا اهتمامها لما كنا في هذا المكان. فيكفيها نصرة لهذه القضية أن سمحت لنا أن نعقد هذا المؤتمر في هذا المكان.
ودعنا نشكر الدول الإسلامية، فهناك جهود قد لا نلمسها، قد لا نراها، فإن لم نراها فلنلتمس لها عذرا، لعل للدول الإسلامية أعذارا أو جهودا لا نراها. اليوم اجتمعت مع من كبار التجار التركي، قال لي واحد أمريكي صاحبه في التجارة أو شريكه في التجارة علمه بعض المبادئ التجارية، ومن ذلك قال: تآلفوا مع التجارات الكبرى، لا بد من التآلف. فقلت في نفسي: سبحان الله، هذا هم يعتبرونها من أسس التجارة، ونحن عندنا هذا من أسس ومبادئ الإسلام. تآلفوا واعتصموا بحبل الله جميعا. فلنتحدث عن هذا التآلف، ولا نلوم الآخرين، بل نمضي قدما في بذل الجهد دون التعريض على أحد. فأشكر في هذه المنصة كل الدول العالم الإسلامي الذي تخدم الإسلام والمسلمين، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والدول الخليج، وكذلك دولة تركيا التي لها الريادة أيضا في نصرة قضايا الإسلام والمسلمين وخدمة الإسلام والمسلمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.